برنامج رامز جلال الجديد ومحمد فؤاد اللي حصل امبارح. طيب في البدايه كده انا برامج رامز جلال بالطريقه دي انا ما بتفرجش عليها اصلا من زمان. لكن لقيت امبارح ترند او في ناس كتير بتتكلم اللي حصل في محمد فؤاد، فحبيت اعرف بس من بعيد لبعيد. واذ اتفاجئ بحاجه بالنسبه لي انا يعني انا مش قادر افهم الناس بتفكر ازاي. واحد عنده حاجه و60 سنه، عامل عمليه وبيتبهدل وبيصوت وبيتوجع وبيتألم، ولا الناس داخله تضحك. انتوا مرضى نفسيين؟ معلش بس عشان انا مش قادر افهم، انتوا تعبانين نفسيا؟ عندكم مشكله نفسيه؟ ازاي حضرتك تضحك او حتى تتفرج على واحد كبير وعامل عمليه وبيتألم وبيتوجع؟ ازاي؟ فهمني. ازاي يعني؟ انا مش قادر افهم. مش قادر افهم، هل انت مريض نفسيا؟ يعني الشخص اللي بيتابع حاجات زي كده والموضوع بالنسبه له فيه ضحك، ده فين الضحك في الموضوع؟ يعني هل انت بتضحك على ألم الناس واوجاعها؟ هل انت بتضحك على واحد عامل عمليه، مريض تعبان متبهدل كبير في السن؟ ايه ده؟ ايه ده بصراحه؟ انا يعني مش عارف الناس ازاي عندها يعني تتفرج على حاجات زي كده. مش قادر افهم. ومش قادر افهم تضحك ازاي يعني. هل وصلت للمرحله انك تضحك على اوجاع الناس؟ مش قادر افهم بصراحه. يعني انا بالنسبه لي الشخص اللي بيضحك او شايف ان دي حاجه تستاهل الضحك والهزار وانها حاجه جميله، ده شخص مريض نفسي. بالنسبه لي انت ممكن تعمل مقالب في ناس تمام زي الفل. المقلب تعمله بشكل بسيط، ساخر، في شويه ضحك، في شويه هزار، لا يسبب للضيف ولا يسبب للي قدامك لا ضرر نفسي ولا ضرر جسدي ولا ضرر معنوي ولا اي نوع من انواع الضرر. ده مقلب حاجه بسيطه كده بنعمله في الناس، هزار، ضحك، مفيش اي مشكله. لكن ما الموش، ما خلوش يتوجع، ما خلوش يتعب. وفي ناس تقول لك اصله عارف اصله مش عارف. مش مشكلتي وعارف او مش عارف، دي ما يعنيش بالبصره. لكن يعنيني ان انا قدامي شخص بيتوجع وبيتألم، وواضح جدا جدا انه عامل عمليه، وواضح ان الدنيا صعبه جدا، والاقي واحد داخل بيضحك او بيهزر. ايه يا جماعه الموضوع كده؟ ده احنا دخلنا في مرحله المرض النفسي. دخلنا كده في مشاكل نفسيه انت بتسببها للناس. لو انت متخيل ان ده حاجه تضحك او حاجه هزار، او انت قابل حاجه تتعمل فيك كده او في واحد ابوك كده او حد كبير من عيلتك كده، تبقى انت عندك مشكله نفسيه كبيره.